السلام عليكم. سلسلة فيديوهات غريبة. الفيديو ده أول حاجة هيبقى من غير مونتاج. وانت ممكن تبقى مستغرب دبانة ايه؟ السلام عليكم، فيديو جديد. السلام عليكم. السلام عليكم. فيديو جديد. والفيديو ده يعني من غير مونتاج. يعني انت ممكن تبقى مستغرب الفيديو عن المونتاج مع انه يعني من غير مونتاج. انا مش عارف ازاي بس هي جت كده. ويمكن ده اكتر فيديو، او يعني هو فيه شوية مونتاج خفيف وبسيط كده هنتناقش فيه عن المونتاج. وزي ما تقول الفيديو ده المكتب ورايا، الخلفية متغيرة، يعني قصدي المايك، هيئة كواليس، بوريك شوية من الكواليس. انا بحط المايك هنا وبحط يعني في شوية حاجات كده هبوريها لكم بعد التصوير. فنتمنى الفيديو ده ينجح. هينجح يا لولا؟ حاسس ان هو هينجح. عايزين الفيديو ده ينجح ان شاء الله. عشان لا تجيش. ما تنسوش في الاخر تعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب. انا مش عارف ازاي هو فيديو عن المونتاج بس من غير مونتاج، مش عارف، بس يعني هي جت كده بقى. فاول حاجه ايه هو المونتاج؟ المونتاج بكل بساطه هو ان انت بتقطع الفيديو زي ما انت بتخلي الفيديو شكله احسن، وعلى حسب انت بتمنتج ازاي. يعني مثلا انا مثلا بقول بحكي عن حاجه، بقول شويه سكتات، بفكر، هو بيقطع بتقصقص الفيديو من الحته اللي انت عايزها. بتحط شويه يعني انتقالات، تحط شويه افكتات، تحط شويه تكست، بتعمل تاثيرات. من الاخر انا بحس المونتاج ده حاجه مش حقيقيه. يعني المونتاج ده انت بتزوق بيه الفيديو. المونتاج ده حاجه مش من الواقع، بتخلي الفيديو خيالي. يعني مثلا انا بحس ان الخدعه السينمائيه هي مونتاج اصلا. الخدعه السينمائيه فدي مش من الواقع. الفيديو اللي انا بمنتجه ده، اللي هو الفيديوهات اللي انا كنت بمنتجها دي، دي مونتاج. السكتات، يعني انت شفت السكتات اللي انا كنت بسكتها وانا بتكلم؟ شفت مثلا وانا بفتح الكمبيوتر اشوف السكريبت؟ ما شفتنيش وانا بحضر الحاجات، شفتنيش وانا كده. انت شفت المونتاج، الفيديو النهائي، البرودكت النهائي. انت شفت الفيديو النهائي بعد التصوير، بعد المونتاج، بعد كل حاجه، بالتكست، بالانتقالات، بالاصوات، بالحاجات، بالتاثيرات، بالحاجات دي كلها. هو ده المونتاج. ان انت بتزود الفيديو، تحط الحاجات اللي انت عايزها وتشيل الحاجات اللي انت مش عايزها وتعمل فيها اللي انت عايزه. انت مثلا بتتكلم، في شويه سكتات بتقصها زي ما انت، زي الشريط كده. اعتبر الفيديو ده شريط، انت بتقص الشريط، تقص من اول الحته اللي انت عايزها لحد مثلا بتقص من الثانيه 25 للثانيه مثلا 30. اهو اديك قصيت 5 ثواني، هتشوف دول مش هيبقوا موجودين في الفيديو. فاهم؟ هو ده المونتاج. يعني مثلا هديك مثال على الفيديو بالمونتاج. ده الفيديو اللي من غير مونتاج. مثلا ممكن نتكلم، مثلا ممكن نتكلم عن ممكن نتكلم مثلا عن رمضان. رمضان شهر الصوم. رمضان مفيد جدا. الصيام مفيد لنا جدا جدا جدا. برافو. يعني بص، ده من غير مونتاج، فيديو من غير مونتاج. ممكن نتكلم مثلا عن رمضان. رمضان شهر الصوم. الصيام مفيد لنا جدا جدا جدا. برافو. بعد المونتاج، شفت بعد المونتاج بقى عامل ازاي؟ شفت الفيديو بعد المونتاج بقى عامل ازاي؟ فانا قلت لكم الفيديو ده مش هيبقى من غير هيبقى من غير مونتاج، بس في شويه لقطات كده عايز اقطعها عشان ما ينفعش تظهر. فهو ده المونتاج. احنا بقى هنتكلم النهارده عن ايه؟ احنا النهارده هنتكلم عن المونتاج وازاي انا اتعلمت المونتاج. يعني انا ما بقولش ان انا خبير في المونتاج، وما بقولش ان انا
انا مش بشتغل في المونتاج، يعني انا مش مونتير، بس انا بتعلم مونتاج من اكتر من يعني اكتر من 4 سنين. بس انا مش مونتير، يعني دي العجيبه بقى. يعني انا مش بشتغل في المونتاج، انا كده. فازاي يعني احنا كده عرفنا ايه هو المونتاج؟ مش هكمل لك الكورس دي احنا كده عرفنا ايه هو المونتاج. ده معايا المخرجه بتاعتي، صح يا بيلا؟ احنا كده عرفنا ايه هو المونتاج. طب ايه هو، ازاي انا اتعلمت مونتاج؟ وازاي اتعلمت مونتاج؟ ازاي جت الفرصه ان انا اتعلم مونتاج؟ ازاي لقيت نفسي هنا؟ ازاي، امتى اتعلمت مونتاج؟ ازاي اتعلمت مونتاج؟ ايه الوضع، الظرف اللي حطني ان انا اتعلم مونتاج؟ انا مش يعني اسمع من واحد يتعلم مونتاج وجرب، يمكن تستفاد. ف إيه اللي خلاني اتعلم مونتاج؟ يا جماعه انا هي قصه طويله وقصه جميله فعلا، وقصه حتى اخت صغيره بتضحك اهي عشان عارفه اللي احنا كنا بنعمله. فاكره فنون وجنون؟ فاكره؟ ف المونتاج هو احنا اتكلمنا اول مونتاج، ازاي اتعلمت مونتاج. ابويا كل سنه طيب يا بابا، كل سنه طيب. ابويا كان دايما واحنا صغيرين، انا حاسس كده يعني حاسس ان هو عايز ينمي مواهبنا. بيساعدنا، بيحببنا في الفن طبعا الراقي، الفن اللي هو المؤدب، مش الفن اللي هو الفن الراقي. الفن يعني مش اللي هي المهرجانات، الفن اللي هو الراقي، اللي انت الفن بتاع الناس اللي هي الكبيره دي. فكان مهتم ان هو، انا بحس كده يعني، كان مهتم ان هو يحسن من مواهبنا. مثلا اخويا بيعرف يغني، اخويا حسين اسمه حسين، بيعرف يغني. انا بعرف ارسم. آه... آه... كده. ففي اخواتي بيعرفوا يمثل الى حد ما شويه يعني. آه... فهي بدأت كده. ابويا قال لنا هنعمل قناه. انا مش فاكر اللحظه بالظبط، هو قال لنا هنعمل قناه اسمها فنون وجنون، سماها فنون وجنون. كنا بقى عايزين اللي هو ايه، عشان انت الفيديوهات اللي بتعلم الناس، او المفيده الهادفه من خلال التمثيل. مثلا نمثل فيديو عن رمضان، مش فيديو مسابقه رسم، فيديو عن الشركه، فيديو انا هبقى اوريكم بعض الفيديوهات عن الحاجات اللي احنا عملناها، ممكن ابقى اوريها لكم. بس ممكن تبحثوا على الفيسبوك، اكتبوا فنون وجنون، او اكتبوا فيديو الاب وحنانه. اكتبوا على الفيسبوك، اكتبوا فيديو الاب وحنانه. اكتبوا فيديو في فنون، اكتبوا في فيديوهات فنون وجنون، اكتبوا فوازير كيمو كابتشينو. فوازير كيمو كابتشينو دي مشهوره جدا على الفيسبوك، مشهوره جدا، بس يعني جايبه 100 مشاهده ولا. بس فيديوهاتنا كانت فعلا لما استمرينا، وابويا هو اللي كان بيمانج بالمناسبه، فلما استمرينا على اللي احنا بنعمله، استمرينا. طبعا ابويا هو اللي كان بابا هو اللي كان بيستمر يعني معانا، وهو بيمنتج. لما استمرنا على الفيديوهات اللي احنا بنعملها بقت تجيب مشاهدات بالالوف. يعني انا فيديو دلوقتي 2000 مشاهده، يعني الرقم ده صغير بس يعني حلو برضه بالنسبه للناس لسه بادئه ومستمر. استمرينا وشفنا النتيجه، بس وقفنا دلوقتي. عملنا فوازير في رمضان. يعني احنا بدل ونيلي وشيلات عملنا فوازير. ممكن تكتبوا على اليوتيوب فوازير، على فوازير كيمو كابتشينو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. لو قناه اسمها فنون وجنون، وفي الفيسبوك ممكن يبقى ما اسمهاش فنون وجنون دلوقتي، ممكن تبقى اتغيرت يعني. بس فابويا كان بيمنش على، احنا كنا بنمنش على برنامج اسمه فيديو بات. اول مره في حياتي امسك الماوس والكيبورد وامنتج كانت وانا في ثالثه ابتدائي تقريبا، او اقل شويه مش عارف. كنت بعمل فيديو اسمه الاب وحنان، انا واخويا منتجنا اول 10 ثواني فيه.
كنا فرحانين بنطير من نفسنا بنطير من الفرحه واحنا بنمنتج. ايه ده؟ ايه السحر ده؟ انا ببص الفيديو بيطلع حاجه تانية خالص، انا بدخل الفيديو بطلعه حاجه تانية. يعني اكني بدخله الحمام الزخروف، فبدخله في البرنامج بيطلع حاجه تانية. ازاي بقى؟ هو ايه ده؟ احنا مستغربين ف قعدنا فتره كده كنت بمنج بقى فيديوهات، بس ما كانتش هي اللي بتنزل على القناه، كنت بمنج فيديوهات كده بيني وبين نفسي كده وبوريها لبابا وكده، واخويا بقى وعيلتي يعني. ف أيوة. لا لولا خلاص بقى، استنى احكي القصه. المونتاج بدأ من هنا بقى. انا حاسس يعني ان ابويا شافنا بنحب المونتاج، او والدي ماشي شافنا بنحب المونتاج عشان شافنا بنحب المونتاج، شافنا بنحب الحاجات، فقال ينمي الموهبه دي عندنا. فكان بينزل لنا برنامج، يا لهوي يا لهوي اقسم بالله العظيم انا اوف انا كل ما افتكر الحاجات دي، ايه ده؟ احنا ابطال ولا ايه؟ يا جماعه انا انا بخاطب كل المنترجيه ولا المونتير يعني. احنا كنا بنمنتج على برنامج افتر افكت، ابويا نزل لنا برنامج افتر افكت سي اس 6. ابويا كان بيمنتج على برنامج افتر افكت، فيديو مدته بالخمس دقايق. انت متخيل فيديو مدته بالخمس دقايق على افتر افكت بيتمنتج مش بيتقص على بريمير وتعمل مثلا ربط بين بريمير وافتر افكت وكده لا، بيتمنتج على افتر افكت كله، مش منزلين بريمير. اللي هو ازاي؟ فابويا نزل لنا البرنامج ده، اول ما شفناه اتخضينا، فقعدنا شويه عليه ورحنا ماسحينه. جه بريمير جبناه واشتغلنا عليه. جالنا مين بقى؟ تعلم المونتاج ومش عارف. احنا اقول لك على حاجه في حفظ فيديو افتر افكت، احنا كنا عاملين قناه، اخويا عامل قناه اسمها المهزراتيه، كنا مسمينها المهزراتيه وكنا مسمينها كاب، وبعدين دلوقتي بقى اسمها حسين مزيكا. فدلوقتي القناه دي اخويا طبعا مسح الفيديوهات القديمه دي، مش عارف ليه مسحها، بس انا ف الفيديو كان اسمه تحدي الضحك، كنا عاملين فيديو اسمه تحدي الضحك اكتر من 11 دقيقه ولا حاجه. والله يا جماعه ادوبي انكودر ما كناش عارفين حاجه اسمها ادوبي انكودر ده بالمناسبه اللي هو بيرندر الفيديوهات من على البرامج ادوبي اللي هو افتر افكت والحاجات دي. فالمهم ما كناش عارفين حاجه اسمها ادوبي انكودر خالص. احنا كنا بنمنج فيديوهات، فيديو 11 دقيقه اسمه تحدي الضحك، بنشوف فيديوهات ونضحك. ركز معايا بس في الحته دي عشان الفيديو جايين نرندره طبعا بعد المعاناه. انا ما كنتش بقص في حاجه اسمها في افتر افكت كنترول شيفت، دي اللي هي الاختصار يعني القص والكده والكلام ده، انا ما كنتش بعملها. انا كنت بجيب الفيديو، بكرر الفيديو مثلا 10 مرات، اخد المشهد ده اللي انا عايزه، وبعدين احط الفيديو اللي بعده النسخه اللي بعدها، وبعدين اخد المشهد ده اللي انا عايزه، وبعدين اخد النسخه اللي بعدها. كانت قصه. ماشي منتجنا الفيديو، الدنيا خلصت وبقت تمام. وبالمناسبه في فيديو منهم نزل على القناه القديمه بس اخويا مسحه. منتجنا الفيديو كان حلو، جايين نرندره لان 24 جيجا او اكتر كمان. 24 جيجا في فيديو 11 دقيقه يعتبر. ليه؟ احنا قلنا هو بيعمل معانا كده ليه؟ افتر افكت ليه بتعمل معانا كده ليه افتر افكت؟ البرنامج كان بيعلق يعني. ماشي، جايين نرندر الفيديو، ما فيش مساحه في الكمبيوتر. مسحنا تقريبا 5 مسلسلات ولا اكتر، او مسحنا الحاجات كلها، المهم فضلنا له مساحه، وفي الاخر ما ترندرش. سيبكوا بقى من كل ده. انا قبل كده جيت اعمل فيديو تحدي اكل حله شعريه بسكر، انا مجنون مش عارف ازاي يعني واحد عنده في ثالثه ابتدائي هيعمل تحدي اكل شعريه بسكر. ما تجننيش.
اكل شعريه بسكر، مش فاهم. كلت شويه كتير، عملت فيديو كان شويه كتير قوي كتير. المهم الفيديو تقريبا اتمسح ولا حصل حاجه. لا دخلته على افتر افكت، لسه ما كنتش عارف حاجه عن البريمير. دخلته على افتر افكت، جبت افتر افكت دخلته عليه. الفيديو مهم ترندر وحاجه في حاجه بقى اسمها ايه، التايم اريا، او اللي هي في افتر افكت دي، اللي هي بتحدد الوقت بتاع الفيديو لما تيجي ترندره. انا يا جماعه الفيديو انا عملت بالظبط 27 ثانيه. الفيديو كان اكبر 10 دقايق ولا حاجه، باكل الحل. عملت 27 ثانيه رندرته. اكتشفت رندرته كتير يعني رندرته كتير، ما 27 ثانيه بس هم اللي بيترندروا. ما كنتش اعرف حاجه عن البتاع دي. رحت صور فيديو تاني وكلت شعريه بسكر تاني وعامل فيديو تاني برضه 27 ثانيه هم اللي اتعملوا. في الاخر اخويا ماشي. المهم جبنا بريمير، الحمد لله ربنا انعم علينا وجبنا بريمير. يا جماعه احنا كنا بنمنتج على افتر افكت، واخويا علمني كتير في المونتاج الصراحه. اخويا حسين يعني هو بيمنتج احسن مني واحرف مني في المونتاج، واحرف مني يعني ما شاء الله ربنا يبارك فيه. ف نزلنا بريمير، برنامج طلع برنامج اصلا بايظ. نزلنا بريمير الثاني 2015. شفنا اول حد شفناه في حياتنا، لا نزلنا بريمير سي اس 6 تقريبا. اول حد شفناه في حياتنا في المونتاج احمد ابو زيد، استاذ احمد ابو زيد. شفناه وعلمنا المونتاج. شفنا الفيديو بتاعه اللي هو كان 47 دقيقه تقريبا. اتعلمنا منه المونتاج. بقينا كنا بنقص بقى بحاجه اسمها ايه، الريزر تول، اللي هي الموس دي. ما كناش عارفين حاجه اسمها اختصار اللي انت تقص الفيديو. فعملنا بيه شويه فيديوهات. عملنا بيه كتير حاجات حلوه يعني، فيديوهات حلوه بالنسبه لسننا. اتطورنا اكتر، شفنا ناس اكتر. نزلنا ادوبي بريمير 2015. هو اسمه ادوبي بريمير سي 2015، مش سي اس، سي. نزلناه. المهم نزلناه وما كانش بيشتغل. وبعدين نزلنا واحد تاني اشتغل. وكان شفنا بقى حد محترم جدا، كان استاذ مصطفى مكرم من احسن الناس والله. تحيه ليه وسقفه كبيره ليه وبحييه وبشكره جدا استاذ مصطفى مكرم. والله ده من قلبي والله يعني استاذ مصطفى مكرم. انا كنت بتريق عليه في الاول يعني، سامحني. انا كنت عيل في ثالثه ابتدائي يعني، مش فاهم حاجه، ولحد دلوقتي برضه انا لسه عيل شويه. فانا بقول اللي في قلبي دلوقتي. كنت بقول لحسين ايه ده، ايه الواد ده، ايه الراجل ده، انت بيعلمك ايه؟ المهم هو بيقول لي ما تتريقش على المعلم بتاعي ومش عارف ايه. فبقول له ماشي. بعدين شفته، ايه ده، الراجل ده عظيم جدا. ده بص بيقول ايه وبيعمل ايه ومحترف. بعدين نزلنا مهم اتعلمنا المونتاج من هنا بقى. بدأت رحلتنا في المونتاج. عملنا قناة المهزراتية اللي هي دلوقتي حسين مزيكا. عملنا قناة يعني، عملنا فيديوهات كتير شوية يعني. وبس من هنا اتعلمنا المونتاج. اتعلمنا افتر افكت شوية بشوية. اتعلمنا ادوبي فوتوشوب. ادوبي فوتوشوب ده قصة لوحده. بالمناسبة ادوبي فوتوشوب لا مش لازم نتكلم عنه دلوقتي. فهو المونتاج اتعلمناه كده، فيديو. اهم حاجه في المونتاج يا جماعه الممارسه. اكتب الحاجه دي عندك ورا، الممارسه. لو انت شفت حد بيمنتج او شفت فيديو علمك المونتاج، لو شفت مليون فيديو مش هتعرف تمنتج غير لما تمارس بايدك. لازم تمارس بايدك. مارس بقى على التليفون لو انت معكش كمبيوتر، مارس على الكمبيوتر. لو انت لا يعني لازم تمارس. اهم حاجه في المونتاج الممارسه يعني. فاهم حاجه في المونتاج الممارسه، اهم حاجه فيه. هستفاد ايه لما
هستفاد ايه لما يعني هقرا كتاب عن ازاي اعوم ولسه ما نزلتش البسين او ما نزلتش الميه، هعرف اعوم يعني؟ فلازم الممارسه دي مع ده. تعلم مونتاج تمارس، تعلم تمارس، تعلم تمارس، تعلم تمارس. هو ده المونتاج، ان انت تتعلم تمارس. وده اي مهاره في البرمجه بالمناسبه انا بنساها كتير. لازم امارس، لازم امارس، لازم امارس، لازم امارس. اكتب كود، لازم اكتب كود. بس هو ده المونتاج. وهنتكلم اكتر. فانتوا كده شفتوا قصتنا اللي هي بنعاني فيها في المونتاج. وطبعا احنا كنا بننزل برامج دي متهكره، ما كناش نعرف اصلا انها احنا كنا بننزلها من ناس مهكرينها، مش عارف ازاي. احنا ما كناش نعرف اصلا انها مدفوعه. ماشي. وممكن تبقوا تشوفوا وزيرة موكا باتشينو دي، ممكن تعجبكم في رمضان بما انها في رمضان يعني. ممكن تشوفوها. فازاي اتعلمنا المونتاج؟ هو ده اللي اتعلمنا منه المونتاج. ازاي انت بقى تتعلم مونتاج؟ ان انت شوف اي حد على اليوتيوب. ارشح لك مصطفى مكرم، استاذ مصطفى مكرم. استاذ عمرو عطله برضه شخص محترم جدا وجميل، وتقدر تتعلم منه مونتاج وبيبسط لك المعلومه بطريقه سهله. استاذ احمد ابو زيد. فيلم ميكر عمر. ده شخص يعني، هو يعني شخص جميل جدا وممتاز جدا ومؤدب جدا ويعني ذوق جدا في المدير. في مين تاني؟ في ممكن تلاقي مثلا نجيب لك مين تاني؟ ابو زيد، استاذ ابو زيد قلته. في ناس كتير، في المونتاج. ابحث هتلاقي في ناس كتير على اليوتيوب مليان. لو انت اتعلم، شوف اي حد جنبك بيعرف يمنتج. انت معكش كمبيوتر، شوف اي حد جنبك بيعرف يمنتج، جارك ولا حاجه، اتعلم منه مونتاج. شوف اي حاجه اتعلم مونتاج. واهم حاجه الممارسه. اتعلم مونتاج من على النت. اليوتيوب مش محتاج تدفع تشوف كورس في المونتاج، مش محتاج خالص. ولا مش محتاج تشوف كورس في المونتاج الا بقى لو انت هتحترف المجال قوي قوي قوي. انت لسه بتتعلم. مش محتاج انا عمري ما خدت كورس في المونتاج. انت مش محتاج تشوف كورس في المونتاج دلوقتي. اتعلم اساسيات المونتاج، اتعلم ازاي المونتاج. ولو انت مش عايز تعمل برنامج المدفوعه وهتنزلها مهكره، في برامج يعني دافينشي ريزولف. في برامج للاجهزه الضعيفه، في كاماتازيا، في فيلمورا، في حاجات كتيره جدا. في فيديو باد، في في برامج كتيره جدا للمونتاج، الاجهزه الضعيفه، الاجهزه القويه، برامج مجانيه، برامج مدفوعه. شوف في المونتاج، ابحث ازاي تتعلم مونتاج. شوف البرامج اللي تناسب جهازك. حتى لو تليفون، شوف البرامج اللي تناسب جهازك. بس انصحك تجيب كمبيوتر يعني، ان شاء الله. يعني نعمه كبيره الكمبيوتر ده الصراحه، الحمد لله. يعني انصحك تشوف البرنامج اللي يناسب الجهاز بتاعك ايا كان. تمارس. هم دول اللي هيحطوك على اول الطريق ويمشوك في الطريق. ولو حبيت تشتغل بعد كده، الحاجات اللي انت بتعملها دي هتحطها في معرض اعمالك بس، ومعاها بوست. هي دي الحاجات اللي انا بقولها واللي انا عارفها. ودي الحاجات اللي انا عندي خبرة فيها حلوة يعني. مسألة بقى البرامج المونتاج، عندك بريمير، عندك اكتب. عندك بريمير، عندك دافينشي ريزولف، عندك كاماتازيا. انا قلتهم الحاجات دي. معلش نشوف حاجه بس. انا كنت كاتب في حاجه انا نسيتها، معلش. السؤال الاخير بقى، وهو انا هتعلم مونتاج في قد ايه؟ هو المونتاج مفيد اصلا؟ دول سؤالين حلوين. هو بص، المونتاج مفيد وهو المستقبل. انا حاسس ان هو المستقبل. يعني دلوقتي كل حاجه، مسلسلات رمضان اللي هي المسلسلات رمضان اللي مغرقه الدنيا دي بالمونتاج كلها. اكيد من منتجينها اكيد. في حاجات كتير بتعمل بالمونتاج دلوقتي. العالم، احنا دلوقتي ديجيتال، عالم ديجيتال، عالم
التكنولوجيا مغرقه الدنيا، في يوتيوبرز عايزين ناس بتمنتج لهم، في شركات عايزين ناس تمنتج لهم، في ناس في كتير. بس انت اشتغل واسعى وهتلاقي فرصه قدامك في المونتاج، لان في ناس كتير عايزه حد يمنتج لها. فتعلم المونتاج وما تركزش ابدا على ال... الربح دلوقتي، ما تركزش خالص. ركز على ان انت بتحب المونتاج، حاجه هتضحي فيها فعلا، هتبذل مجهود فيها، هي دي فعلا الحاجه اللي انت بتحبها. بس هو ده اللي انت تعمله. وبالنسبه للحاجات هتجيلك بعدين، الفلوس ان شاء الله. دلوقتي هتعلم في قد ايه؟ انت هتتعلم على حسب مجهودك. يعني ممكن واحد مثلا فاضي طول اليوم فيتعلم مونتاج براحته. ممكن واحد مثلا فاضي طول اليوم يتعلم مونتاج براحته، انما واحد مثلا مش فاضي يعني مثلا غير ساعتين في اليوم، عنده مذاكره او عنده شغل او عنده كده، يتعلم مونتاج في الساعتين دول، يتعلم مونتاج في الوقت، على حسب الوقت، على حسب المجهود اللي انت بتحطه، على حسب الخطه اللي انت حاططها، على حسب ما هتتعلم. هو ده الوقت بتاعها. ولو في اي استفسار يا جماعه بيسالوني في الكومنتات على الموضوع ده. وشكرا جدا، اتمنى تستفادوا. اتمنى تكونوا استفدتوا فعلا فعلا فعلا، لان الحلقه دي انا عاملها من قلبي بجد عشان تستفادوا. وشكرا جدا. انا بص تلاقيني يعني مش حلو قوي في النهايات بتاعت الفيديوهات دي وكده. فشكرا جدا ليكم ان انتوا اتفرجتوا واديتوني وقتكم، وفعلا سمعتوا لشخص ممكن اول مره تشوفوه، ممكن متابعينه بس سمعته يعني لشخص وقدرته شخص او انسان. شكرا جدا. اتمنى ان شاء الله كلكم تتعلموا مونتاج وتحاولوا اللي انتوا عايزينه، تتعلموا اي حاجه انتوا عايزينها. اشوفكم على خير.